دائما أستاذ مقورة، أيضا رئيس الجمهورية ركز دائما على أهمية عصرنة القطاع وإدخال أيضا التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجال الصحافة الإلكترونية. رئيس الجمهورية منذ توليه سلطة الحكم كما قلت في البداية أول قرار تم اتخاذه في قطاع الإعلام بعد أقل من شهرين من تنصيبه بالضبط بتاريخ 4 فبراير 2020. أمر رئيس الجمهورية في تعليمة واضحة للوزير الأول آنذاك بضرورة تأمين الصحافة الإلكترونية. أن رئيس الجمهورية يولي قضية التكنولوجيا وقضية الإعلام الرقمي أو الإعلام الجديد أهمية قصوى لديه، وهذا ما نقله وزير الاتصال مؤخرا خلال مداخلته في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة أن رئيس الجمهورية يولي الصحافة الإلكترونية